تصريح خطير من فوزي لقجع يفاجئ به الجزائر بعد فوز المغرب بتنظيم كأس العالم، ويفجر مفاجأة ستهز العالم. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب للجزائر اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، وهذا الفوز كان مفاجأة للعالم. ولكن في أول ظهور له بعد فوز المغرب بتنظيم كأس العالم، أدلى فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بتصريحات خطيرة إلى موقع سعود سبورت، وقال: نحن تعاملنا في هذا الأمر بسرية تام، ففرصة تنظيم كأس العالم ليست بالسهلة. وشكر فوزي لقجع الدول المساندة للمغرب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وقال: هذه الدول التي أقنعت اللجنة التنفيذية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجعل المغرب لتنظم مونديال 2030. وقال: الجزائريين هجموني بعد انسحابهم من تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، فأنا أقول لهم بعد تنظيم المغرب لكأس العالم سنعتذر إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بتنظيم كأس الأمم الإفريقية وإعطاؤه إلى الجزائر، والمغرب ستساعد الجزائر في هذا الملف، فلا حاجة لنا الآن في تنظيم كأس الأمم الإفريقية. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب لمحاربين الصحراء اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.